برئاسة القاضي عبد الله عبد الستار الشبيلي وزملائه القاضي عبد الجبار عطا والقاضي أنور المقطري وأعضاء النيابة وجميع المتهمين من الأول وحتى السادس ومحاميهم وأولياء الدم الشهيد عبد الله الأكبري، نجيب الأكبري وأحمد الأكبري ووهيب الأكبري وياسر الأكبري ومحامين الشهيد عبد الله الأكبري برئاسة الأستاذ وضاح قطيش. أصدرت المحكمة حكما على كل من المجرم عبد الله السباعي ووليد العامري ومحمد الحمدي ودليل الجربة بالإعدام رميا بالرصاص حتى الموت، والسجن المتهم منيف المغلس لمدة 5 سنوات وغرامة 5 مليون ريال يمنية، وسجن المتهم السادس عبد الله القدسي لمدة 6 أشهر. ومن جانبها أيدت المحكمة الجزائية حكم الابتدائية بالقصاص، ويبقى تحديد يوم التنفيذ. سننتظر جميعا تنفيذ حكم الإعدام بقتلة الشهيد عبد الله الأكبري رحمه الله.